فاش عرف أن الدولة العلوية حكمت المغرب أكثر من 400 سنة بلا انقطاع. المولاي علي الشريف احتفالات حتى الملك الحسن الثاني في الرباط. هذا الفيديو غادي يخليك تعرف كل واحد فيهم، تعرف القصة ديالو، أهم لحظة في حياتك. مولاي علي الشريف الرجل اللي بدا به كلشي، هو اللي أسس الدولة العلوية في تافيلاند في عام 1631. الناس اختاروه هو باش يحميهم من الفوضى اللي كانت كتعمر البلاد. ماشي غير حاكم، هو أساس الدولة بأكملها، ومن بعدها خلى الكرسي يتفرغ لربه وعبادته. من بعد علي الشريف جا الابن ديالو مولاي محمد، وبدا توسع المملكة خطوة بخطوة. من 1636 ل 1664 دخل وجدة، وصل للشمال الشرقي وحارب كل من حاول يوقف الدولة العلوية. مولاي رشيد بن محمد الشريف، الرجل الذي وحد المغرب بيده في أقل من 10 سنين، من 1664 ل 1672 قدر يجمع بلاد كانت مقسمة ومتفرقة بين قبائل وزوايا وحكام متعددين. دخل فاس، دخل مراكش، وأعلن السلطة العلوية الموحدة. مولاي إسماعيل بن رشيد الشريف، إلا بغيتي تعرف أقوى سلطان في تاريخ المغرب هو مولاي إسماعيل. 55 عام من الحكم، من 1672 ل 1727 بنى مكاناته في العاصمة إمبراطورية، في نفس ما قوى إمبراطور لويس الرابع عشر، ورجع تطوان وطنجة للمغرب. الزمن ديالو كان عصر ذهبي، وبعدها جاءت الفوضى. مولاي حمد الذهبي، بعد موت مولاي إسماعيل بدات الحرب على الكرسي بين الأولاد ديالو. مولاي حمد الذهبي كان أول ما جلس على الكرسي، لكن الجيش كان هو اللي كيصنع السلاطين وكيخدمهم. عبد الملك بن إسماعيل، عبد الملك بن إسماعيل واحد من أولاد مولاي إسماعيل اللي تنازل على السلطة. فترة حكمه كانت قصيرة، في عام 1728 في وسط صراع عائلي حقيقي. المغرب كان كيعيش أزمة والكرسي كيتبدل بسرعة مخيفة. مولاي عبد الله بن إسماعيل، الرجل اللي حكم المغرب أكثر من 4 المرات، تولى الحكم من 1728 حتى 1757. الجيش كان كيحيدو كيولي رجال. هو الواحد في تاريخ المغرب اللي حكم أكثر من 4 المرات. مولاي علي العرج، سلطان آخر من أبناء مولاي إسماعيل، حكم بين 1732 و 1736 في وسط فوضى كانت كتهدد البلاد. مولاي المصدق بالله حكم بين 1741 و 1743 في أحد فترات الصراع الداخلي على كرسي السلطة. زين العابدين بن إسماعيل، صاحب أقصر حكم في تاريخ الدولة العلوية، شهر واحد تقريبا. الجيش هو اللي دارو يحكم ديك المدة، ولا حيدو في نفس الوقت. مولاي محمد بن عبد الله، بعد كل هاد الفوضى هو الرجل اللي رجع المغرب السلطة ديالو. مولاي محمد حكم من 1757 ل 1790، بنى الصويرة، فتح التجارة مع أوروبا. ففي عام 1777 المغرب كان أول دولة في العالم كتعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. مولاي يزيد بن محمد، ولد سلطان عظيم، لكن الفترة اللي حكم فيها كانت قصيرة. حكم بين 1790 و 1792 سنتين فقط.
بدأ به الكبير أن حكم ما كانش سهل، والمغرب دخل مرحلة جديدة من التحولات الصعبة. مولاي سليمان بن محمود 30 عام من الحكم، من 1792 1820. سلطان عالم وفقيه، اختار طريق الدين والعلم على طريق الحرب، قاوم الزوايا والطرق الصوفية، وحاول يرجع المغرب للإسلام علماء. مولاي عبد الرحمن بن هشام 37 عام، من 1822 1859. أول سلطان اختاره عمه مباشرة كخليفة له، وهذا الشيء ما وقعش قبل في الدولة العلوية. زمن كان صعب، أوروبا كانت كتقرب وفرنسا احتلت الجزائر. مولاي محمد الرابع بن عبد الرحمن حكم من 1859 ل 1873. الزمن ديالو كان زمن التحديات الكبار، اسبانيا حاربت المغرب واخذت تطوان. السلطان حاول يجدد الجيش في الاداره، وقاوم الضغط الاوروبي بكل ما عنده. مولاي الحسن الاول بن محمود، السلطان المحارب والمصلح، من 1873 ل 1894. طاف البلاد على دار الحسن، جمع القبائل، جدد الجيش، وقاوم الاستعمار الاوروبي بكل القوة. مولاي عبد العزيز بن الحسن جلس على الكرسي والعمر ديال 14 عام فقط، حكم من 1894 ل 1908. الزمن كانت فيه أوروبا كتنهش المغرب، الضغط الفرنسي والإسباني والإنجليزي كان أكبر من طقس أي سلطان. مولاي عبد الحفيظ بن الحسن جاء بثورة على فيه، والشعب والعلماء بايعوا على أمن الاستقلال، لكن الواقع كان أقسى من الأمل. 30 مارس 1912 وقع معاهدة فاس، واللي خلات المغرب تحت الحماية الفرنسية. مولاي يوسف بن الحسن سلطان عاش في دير الاستعمار، لكن ما خلاش كرامة المغرب تضيع. حكم من 1912 ل 1927، وفي عام 1926 فتح مسجد باريس، رمز على أن المغرب حتى في قلب أوروبا حافظ على هويته الإسلامية. محمد الخامس من 1927 ل 1961 أصبح سلطان رمز أمه. في 20 غشت 1953 نفاوة، وفي 16 نوفمبر 1955 رجع منتصر. في 1956 المغرب نال استقلال ديالو. الحسن الثاني 38 عام من الحكم، من 1961 ل 1999. فالملك الحسن الثاني رجع لمثيله السياسة والدبلوماسية. في 1975 المسيرة الخضراء، 350 ألف مغربي مشاو برجليهم للصحراء ورجعوها للوطن، حيث أعطى المغرب مكانة دولية للشمال والجنوب.